على الالعاب دي ونرجع على طول. ألعاب كتيرة من بلاد مختلفة دخلت مصر وحبها المصريين، وبدأت تنتشر زي الألعاب البرازيلية والصينية واليابانية. تعالوا نشوف الألعاب دي. احنا معانا مجموعة من الألعاب زي الكابويرا وزي التايجي الرياضة الصينية المشهورة جدا كرياضة علاجية، ومعانا النينجيتسو، وكمان معانا مجموعة من الألعاب اتجمعت مع بعضها في لعبة واحدة اسمها MMA أو ميكسد مارشال ارتس، اللي هي القتال المفتوح زي الجوجيتسو البرازيلي والبوكس والألعاب دي. هي لعبة من أصل ياباني اسمها جوجيتسو، وده ترجمته بالعربي الفن اللين. الجوجيتسو كانت لعبة يابانية اتنقلت إلى البرازيل، محورتها في البرازيل، وطلع فن جديد بيسموه البرازيليان جيوجيتسو. وده فن بيعتمد على المسك أكتر من الضرب، يعني بيعتمد على التكنيك أكتر من القوة العضلية. هي تعتبر لعبة برازيلية، بتبقى مزج ما بين ألعاب قتالية ونزالية، وهي فن شعبي برازيلي. كل لعبة ليها مميزات بتميزها عن الألعاب التانية، وصعوبة أي لعبة مش في حركاتها إنما في لاعبيها، وكل لعبة ممكن تناسب الأطفال. اللي بيميز بعض الألعاب عن بعضها إن في ألعاب بتتميز بالمهارات العالية، باللياقة البدنية، بالفتنس، وفي ألعاب تانية بتتميز بالقوة، بالالتحام، بالكفاح أثناء القتال نفسه. فبنبص مثلا رياضة زي المواي تاي أو الملاكمة التايلاندي، هنلاقيها يعني رياضة تعتمد على الضرب بالبوكس وبالكوع وبالركبة. هنبص مثلا حاجة زي الجوجيتسو البرازيلي بتعتمد على الالتحام والصراع. صعوبتها لأنها بتعتبر لعبة بهلوانية أكتر، بتمتاز بالطيران، الجمبات العالية، وفيها صعوبات يعني تعتبر شبيهة بالجمباز. أي لعبة رياضية مهما كانت بتفيد الجسم، وخاصة الألعاب القتالية اللي زاد اهتمام الشباب بيها جدا. احنا كده حلقتنا خلصت النهارده، ان شاء الله حلقه جديده من صباحك سكر زياده بكره. كن موجود